لقد أصبح الذكاء الاصطناعي مصطلحا شاملا للتطبيقات التي تؤدي مهام معقدة كانت تتطلب في الماضي إدخالات بشرية مثل التواصل مع العملاء عبر الإنترنت أو ممارسة لعبة الشطرنج. يستخدم هذا المصطلح غالبا بالتبادل مع مجالاته الفرعية، والتي تشمل التعلم الآلي (AI) والتعلم العميق. ومع ذلك هناك اختلافات. على سبيل المثال، يركز التعلم الآلي على إنشاء أنظمة تتعلم أو تحسن من أدائها استنادا إلى البيانات التي تستهلكها. ومن المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن كل سبل التعلم الآلي ما هي إلا ذكاء اصطناعي، فإنه ليس كل ذكاء اصطناعي يعد تعلما آليا. للحصول على القيمة الكاملة من الذكاء الاصطناعي، تقوم العديد من الشركات باستثمارات كبيرة في فرق علوم البيانات. أن علوم البيانات التي تعد مجالا متعدد التخصصات يستخدم الأساليب العلمية وأساليب أخرى لاستخلاص القيمة من البيانات، تجمع بين المهارات المستمدة من مجالات مثل الإحصاء وعلوم الكمبيوتر مع المعرفة العلمية لتحليل البيانات التي يتم جمعها من مصادر متعددة. يستخدم المطورون الذكاء الاصطناعي لأداء المهام التي يتم تنفيذها يدويا بكفاءة أكبر، والتواصل مع العملاء، وتحديد الأنماط، وحل المشكلات. للبدء في استخدام الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون للمطورين خلفية في الرياضيات ويشعرون بالراحة مع الخوارزميات. عند البدء باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء تطبيق، يساعد على البدء على نطاق صغير، من خلال بناء مشروع بسيط نسبيا مثل تك تاك تو. على سبيل المثال، ستتعلم أساسيات الذكاء الاصطناعي. يعد التعلم عن طريق الممارسة وسيلة رائعة لتحسين أي مهارة، والذكاء الاصطناعي لا يختلف عن ذلك. بمجرد الانتهاء من مشروع صغير أو أكثر بنجاحا، لا توجد حدود للمكان الذي يمكن أن يأخذك فيه الذكاء الاصطناعي. كيف يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي مساعدة المؤسسات؟ إن المبدأ الرئيسي للذكاء الاصطناعي هو أن يحاكي ويتخطى الطريقة التي يستوعب ويتفاعل بها البشر مع العالم من حولنا. الأمر الذي أصبح سريعا الركيزة الأساسية لتحقيق الابتكار. علامة استفهام. بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي مزودا بأشكال عدة من التعلم الآلي التي تتعرف على أنماط البيانات بما يمكن من عمل التنبؤات، يمكن للذكاء الاصطناعي إضافة قيمة إلى أعمالك من خلال توفير فهم أكثر شمولية لفيض البيانات المتوفرة، الاعتماد على التنبؤات من أجل إتمتة المهام ذات التعقيد الشديد فضلا عن المهام المعتادة. الذكاء الاصطناعي في سماء المؤسسات. تعمل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على تحسين أداء المؤسسات وإنتاجيتها عن طريق إتمتة العمليات أو المهام التي كانت تتطلب القوة البشرية فيما مضى. كما يمكن للذكاء الاصطناعي فهم البيانات على نطاق واسع لا يمكن لأي إنسان تحقيقه، وهذه القدرة يمكن أن تعود بمزايا كبيرة على الأعمال. فعلى سبيل المثال، تستخدم شركة نتفليكس التعلم الآلي لتوفير مستوى من التخصيص، مما ساعد الشركة على تنمية قاعدة عملائها بأكثر من 25%. معظم الشركات جعلت من علوم البيانات أولوية بالنسبة لها وما زالت تستثمر فيها بشكل كبير. استطلاع رأي لمنظمة ميكنزي لعام 2021 عن الذكاء الاصطناعي اكتشف أن الشركات التي أبلغت عن تبني الذكاء الاصطناعي في وظيفة واحدة على الأقل زادت إلى 56%، بزيادة عن 50% في السنة السابقة. بالإضافة إلى ذلك، أفاد 27 علامة استفهام من المجيبين أن ما لا يقل عن 5 علامة استفهام من الأرباح يمكن أن تعزى إلى الذكاء الاصطناعي، بزيادة عن 22 علامة استفهام في السنة السابقة. يقدم الذكاء الاصطناعي قيمة لمعظم الوظائف والأعمال والمجالات.
فهو يشمل تطبيقات عامة وتطبيقات لمجالات معينة، مثل استخدام البيانات الخاصة بالمعاملات والبيانات الديموغرافية للتنبؤ بمدى إنفاق عملاء معينين على مدى علاقتهم مع الشركة، أو القيمة الدائمة للعميل. تحسين الأسعار استناداً إلى سلوك العميل وتفضيلاته. استخدام خاصية للتعرف على الصور لتحليل صور الأشعة السينية لعلامات السرطان. كيف تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي وفقاً لمراجعة أعمال هاوفرد؟ تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي في المقام الأول من أجل الكشف عن التدخلات الأمنية وردعها 44%، حل المشكلات التقنية للمستخدمين 41%، الحد من أعمال إدارة الإنتاج 34%، قياس الامتثال للداخلي عند استخدام الموردين المعتمدين 34%. ما العوامل الدافعة لاعتماد الذكاء الاصطناعي؟ هناك 3 عوامل تحث على تطوير الذكاء الاصطناعي عبر الصناعات. توفر إمكانية الحوسبة عالية الأداء بسهولة وبأسعار معقولة. أن وفرة قدرة الحوسبة في مجال الأعمال في السحابة مكن من الوصول السهل للقدرة على الحوسبة بأداء عال وبأسعار معقولة. وقبل هذا التطور، كانت بيئات الحوسبة الوحيدة المتاحة للذكاء الاصطناعي غير قائمة على السحابة وتحتاج إلى تكاليف باهظة. وجود كميات كبيرة من البيانات المتاحة للتعلم. يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى التعلم من خلال الكثير من البيانات لإجراء التنبؤات الصحيحة. وقد أدى ظهور أدوات مختلفة لجمع البيانات المصنفة، بالإضافة إلى تمكن المؤسسات من تخزين هذه البيانات ومعالجتها بسهولة وبتكلفة ميسورة، سواء البيانات الهيكلية أو غير الهيكلية، إلى تمكن المزيد من المؤسسات من إنشاء خوارزميات للذكاء الاصطناعي وتدريبها. توفر تقنية الذكاء الاصطناعي التطبيقي ميزة تنافسية. تدرك الشركات بشكل متزايد الميزة التنافسية لتطبيق رؤى الذكاء الاصطناعي على أهداف الأعمال وجعلها أولوية على مستوى الأعمال. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد التوصيات المستهدفة التي تقدمها تقنية الذكاء الاصطناعي على اتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع. كما يمكن للعديد من ميزات وقدرات الذكاء الاصطناعي أن تؤدي إلى خفض التكاليف وتقليل المخاطر وتسريع وقت الوصول إلى السوق وغير ذلك الكثير. 5 خرافات شائعة حول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. في حين أن العديد من الشركات قد نجحت في تبني تقنية الذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك الكثير من المعلومات الخاطئة حول الذكاء الاصطناعي وما يمكنه فعله وما لا يمكنه فعله. سنكتشف 5 خرافات شائعة عن الذكاء الاصطناعي فيما يلي. خرافة شباك 1: يتطلب الذكاء الاصطناعي اتباع أسلوب صممتها بنفسك. حقيقة، تتبنى معظم الشركات الذكاء الاصطناعي من خلال الجمع بين كل من الحلول الداخلية وغير التقليدية. يسمح تطوير الذكاء الاصطناعي الداخلي للشركات بتخصيص احتياجات العمل الفريدة، وتمكنك حلول الذكاء الاصطناعي مسبقة الإنشاء من تبسيط التنفيذ بالاستعانة بحل جاهز للاستخدام لمشكلات العمل الأكثر شيوعاً. خرافة شباك 2: يوفر الذكاء الاصطناعي نتائج سحرية على الفور. حقيقة، يستغرق الطريق إلى نجاح الذكاء الاصطناعي وقتا وتخطيطا مدروسا وفكرة واضحة للنتائج التي ترغب في تحقيقها. تحتاج إلى إطار عمل استراتيجي ونهج تكراري لتجنب تقديم مجموعة عشوائية من حلول الذكاء الاصطناعي غير المتصلة. خرافة شباك 3: لا يتطلب الذكاء الاصطناعي من الأشخاص تشغيله. حقيقة، الذكاء الاصطناعي لا يتعلق بسيطرة الروبوتات. تكمن قيمة الذكاء الاصطناعي في أنه يزيد من القدرات البشرية وتخفيف العبء عن موظفيك للتفرغ للمهام التي تتسم بطابع استراتيجي بقدر أكبر. علاوة على ذلك،
يعتمد الذكاء الاصطناعي على الأشخاص لتقديم البيانات الصحيحة له والعمل معها بالطريقة الصحيحة. خرافة شباك 4: كلما زادت البيانات كان ذلك أفضل. حقيقة، يحتاج الذكاء الاصطناعي للمؤسسات إلى بيانات ذكية للحصول على رؤى عمل أكثر فاعلية مستمدة من الذكاء الاصطناعي. يجب أن تكون بياناتك عالية الجودة ومحدثة وذات صلة وثرية. خرافة شباك 5: لا يحتاج الذكاء الاصطناعي للمؤسسات إلا إلى البيانات والنماذج للنجاح. الواقع، البيانات والخوارزميات والنماذج هي بداية، ولكن يجب أن يكون حل الذكاء الاصطناعي قابل للتوسع لتلبية احتياجات العمل المتغيرة. حتى الآن، تم تصميم معظم حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات بواسطة علماء البيانات. تتطلب هذه الحلول إعداداً وصيانة يدوية وشاملة ولا تتسم بقابلية التوسع. لتنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعي بنجاح، أنت بحاجة إلى حلول الذكاء الاصطناعي التي تتسم بقابلية التوسع لتلبية الاحتياجات. كلما مضيت قدماً مع تقنية الذكاء الاصطناعي. نسخ، طباعة. فوائد وتحديات تفعيل الذكاء الاصطناعي. هناك العديد من قصص النجاح التي تثبت قيمة الذكاء الاصطناعي. إن الشركات التي تضيف التعلم الآلي والتفاعل الإدراكي إلى عمليات الأعمال التقليدية والتطبيقات يمكنها أن تحسن بشدة من تجربة المستخدم وتعزز من الإنتاجية. ومع ذلك، هناك بعض العقبات، حيث قامت القليل من الشركات بنشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لعدة أسباب. على سبيل المثال، إذا لم يستخدموا الحوسبة السحابية، فغالبا ما تكون مشروعات الذكاء الاصطناعي مكلفة للغاية، كما أنها معقدة في الإنشاء وتتطلب خبرة عالية الطلب مع نقص الإمدادات. إن معرفة متى وأين يتم دمج الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى وقت اللجوء إلى الجهات الخارجية، سيساعد على تقليل هذه الصعوبات. قصص نجاح الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو العامل الدافع وراء بعض قصص النجاح المهمة. وفقا لمراجعة أعمال هورفرد، أنتجت وكالة أسوشيتد براس قصصا أكثر بمقدار 12 مرة عن طريق تدريب برنامج الذكاء الاصطناعي لكتابة قصص إخبارية قصيرة عن الأرباح. وهذا الجهد حرر صحفي الوكالة لكتابة مقالات أكثر عمقا. تسمح أداة ديب باريشن، وهي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي قام بتطويرها كلية نيكن للطب في مانت سيناي، للأطباء بالتعرف على المرضى المعرضين لمخاطر عالية قبل تشخيص الأمراض، وتحلل الأداة التاريخ الطبي للمريض للتنبؤ بما يقرب من 80 مرضا قبل عام واحد من بداية ظهورها، وفقا لإنسايد. الذكاء الاصطناعي الجاهز للاستخدام يجعل تفعيل الذكاء الاصطناعي أسهل. أن ظهور الحلول والأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي يعني أن بإمكان المزيد من الشركات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بتكلفة أقل وفي وقت أقل. يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي الجاهز للاستخدام إلى الحلول والأدوات والبرامج التي تحتوي إما على قدرات ذكاء اصطناعي مضمنة أو تعمل على أتمتة عملية صنع القرار الخوارزمي. إن الذكاء الاصطناعي الجاهز للاستخدام يمكن أن يكون أي شيء، بدأ من قواعد البيانات الذاتية التي يتم إصلاحها ذاتيا باستخدام التعلم الآلي، ووصولا إلى نماذج مسبقة الإنشاء التي يمكن تطبيقها على مجموعة متنوعة من مجموعات البيانات لحل للتحديات مثل للتعرف على الصور وتحليل للنصوص. وهو يمكن أن يساعد الشركات على تحقيق القيمة المراد تحقيقها في وقت أسرع، وزيادة الإنتاجية، وخفض التكلفة، وتحسين العلاقات مع العملاء. كيف تبدأ مع الذكاء الاصطناعي؟ التواصل مع العملاء من خلال روبوتات المحادثة.
تستخدم روبوتات المحادثة طريقة معالجة للغات الطبيعية لفهم العملاء وتسمح لهم بطرح الأسئلة والحصول على المعلومات. كما يمكن لهذه الروبوتات التعلم مع مرور الوقت حتى تتمكن من إضافة قيمة أكبر لتفاعلات العملاء. مراقبة مركز البيانات. يمكن لفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات توفير كميات هائلة من الوقت والطاقة المهدرة على مراقبة النظام عن طريق وضع جميع بيانات الويب وبيانات التطبيقات وأداء قواعد البيانات وتجربة المستخدم وبيانات السجل في نظام أساسي واحد للبيانات مستند إلى السحابة، والذي عمل على مراقبة الحدود القصوى تلقائيا واكتشاف العيوب. إجراء تحليل للأعمال دون الحاجة إلى خبراء. تسمح الأدوات التحليلية المزودة بواجهة مستخدم مرئية للأشخاص غير التقنيين بالبحث بسهولة داخل النظام والحصول على إجابات مفهومة. شاهد 4 حالات استخدام بسيطة للذكاء الاصطناعي. اكتشاف العوائق لتحقيق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي. على الرغم من وعود الذكاء الاصطناعي، إلا أن بعض الشركات لا تدرك الإمكانات الكاملة للتعلم الآلي ووظائف الذكاء الاصطناعي الأخرى. لماذا؟ من المفارقات، اتضح أن المشكلة تكمن في جزء كبير منها في الناس. كما أن تدفقات العمل غير الفعالة قد تمنع الشركات من الحصول على القيمة الكاملة لعمليات تنفيذ الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. على سبيل المثال، قد يواجه علماء البيانات تحديات في الحصول على الموارد والبيانات التي يحتاجونها لإنشاء نماذج التعلم الآلي. وقد تكون لديهم مشكلة في التعاون مع زملائهم في الفريق. ولديهم العديد من أدوات المصادر المفتوحة لإدارتها، بينما يحتاج مطور التطبيقات في بعض الأحيان إلى عملية إعادة ترميز شاملة للنماذج التي يقوم علماء البيانات بتطويرها قبل أن يتمكنوا من تضمينها في تطبيقاتهم. ومع وجود قائمة متنامية من أدوات الذكاء الاصطناعي ذات المصدر المفتوح، يخلص مسؤولو تكنولوجيا المعلومات إلى قضاء المزيد من الوقت في دعم فرق علوم البيانات من خلال تحديث بيئات العمل الخاصة بهم باستمرار. وهذه المشكلة تتفاقم من خلال التوحيد القياسي المحدود فيما يتعلق بالطريقة التي يرغب بها فرق علوم البيانات بالعمل. أخيراً، قد لا يتمكن كبار المديرين التنفيذيين من تصور الإمكانات الكاملة لاستثمارات شركاتهم في الذكاء الاصطناعي. وبالتالي، فهم لا يقدمون ما يكفي من الرعاية والموارد اللازمة لإنشاء نظام بيئي تعاوني ومتكامل ضروري لنجاح تقنية الذكاء الاصطناعي. من الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء التكيفي. مع وصول قدرات الذكاء الاصطناعي إلى عمليات المؤسسة الرئيسة، ظهر مصطلح جديد يسمى التحليل الذكي التكيفي. تساعد تطبيقات الذكاء التكيفي الشركات على اتخاذ قرارات أعمال أفضل من خلال الجمع بين قوة البيانات الداخلية والخارجية في الوقت الفعلي مع علوم اتخاذ القرار والبنية التحتية الحسابية عالية المستوى. وتعمل هذه التطبيقات بشكل أساسي على جعل عملك أكثر ذكاء. وهذا بدوره يمكنك من تزويد عملائك بمنتجات وتوصيات وخدمات أفضل، وكل ذلك يؤدي إلى نتائج أعمال أفضل. تعرف على المزيد حول القوة التحويلية لتطبيقات البرامج كخدمة من أوراكل مع تقنية الذكاء الاصطناعي المضمنة الذكاء الاصطناعي كميزة استراتيجية حتمية وتنافسية. تعد تقنية الذكاء الاصطناعي تقنية استراتيجية حتمية تعمل على الحصول على كفاءة أكبر وفرص جديدة للدخل وتعزيز ولاء العملاء، كما أنها تتحول بسرعة إلى ميزة تنافسية للعديد من المؤسسات. فمع الذكاء الاصطناعي يمكن للشركات إنجاز المزيد من المهام في وقت أقل، وإنشاء تجارب عملاء مخصصة وجذابة، والتنبؤ بنتائج الأعمال لزيادة الربحية. ولكن الذكاء الاصطناعي لا يزال تقنية جديدة ومعقدة، فللحصول على أقصى استفادة منها
تحتاج إلى الخبرة في كيفية إنشاء حلول الذكاء الاصطناعي وإدارتها على نطاق واسع. يتطلب مشروع الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد توظيف عالم بيانات، فيجب على الشركات تنفيذ الأدوات والعمليات واستراتيجيات الإدارة لضمان نجاح تقنية الذكاء الاصطناعي. أفضل الممارسات للحصول على أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي قدمت مراجعة أعمال هورفر التوصيات التالية لبدء العمل مع الذكاء الاصطناعي. قم بتطبيق قدرات الذكاء الاصطناعي على الأنشطة التي لها التأثير الأكبر والفوري على الإيرادات والتكلفة. استخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية بنفس العدد من الأشخاص، بدلاً من التخلص من موظفين أو إضافة عدد منهم. ابدأ بتنفيذ تقنية الذكاء الاصطناعي في المكتب الخلفي وليس المكتب الأمامي. ستستفيد كثيراً من تطبيقها على تكنولوجيا المعلومات والمحاسبة. الحصول على مساعدة في تجربتك مع الذكاء الاصطناعي. لا يوجد اختيار للخروج من التحول إلى الذكاء الاصطناعي. للحفاظ على القدرة التنافسية، يجب على كل شركة في نهاية المطاف احتضان الذكاء الاصطناعي وإنشاء نظام بيئي للذكاء الاصطناعي. ومن الطبيعي بالنسبة للشركات التي تفشل في تبني الذكاء الاصطناعي بقدرة ما على مدى السنوات العشر القادمة أن تظل في المؤخرة. على الرغم من أن شركتك قد تكون استثناء لهذه القاعدة، إلا أن معظم الشركات لا تمتلك المهارات والخبرات الداخلية لتطوير نوع النظام البيئي والحلول التي يمكنها زيادة قدرات الذكاء الاصطناعي. إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في تطوير الاستراتيجية المناسبة والوصول إلى الأدوات المناسبة للنجاح في رحلة التحول للذكاء الاصطناعي، فيجب عليك البحث عن شريك مبتكر يتمتع بالخبرة الشاملة في مجال الأعمال ويتميز بمجموعة شاملة من الذكاء الاصطناعي.